طبعا عندي هون 3 كوبايات سميد ونص كوباية طحين. راح نحط عليهم 4 معالق كبار حليب بودرة. فينا نحط 3 فينا نحط 4. أنا حابة أحط 4. 3 4 معالق كبار سكر. بدي ربع معلقة ملح، طبعا بالمعلقة الكبيرة، يعني إذا معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة. معلقة نشا، معلقة خميرة، طبعا مو مليانة بس يعني. وهلا بدنا نخلطهم مع بعض شوي. نسينا نحط الفانيليا معلقة. وهلا رح أضيف عليهم كاسة صغيرة سمنة. هدول خلطتهم فرك بالإيد. وهلا بدنا نفركهم بإيدنا مشان السميد تشرب كل السمنة. هو شفت مقاطع فيديو يعني عن النت، أكيد هعملها هيك من الحالة. طبعا هي سبب القرمشة تبعتها إنه نفركهم مظبوط بالسمنة أو بالزيت. فينا نحط زيت، يعني زيت أون. نفركهم لحتى ما نشوف بخاتي ولا إنه حبة سميد هيك ناشفة ما عليها شي. وهلا بنضيف مي تدريجيا ونحرك لحتى نشوف القوام اللي بدنا إياه وما عاد نضيفهم. وهلا هيك صارت معنا جاهزه العجينه. هذا القوام بدنا اياه. هلا بدنا نتركها ترتاح نص ساعه او 20 دقيقه، يعني لنص ساعه. طبعا بعد ما ترتاح فينا هيك نرجع نضيف لها مي، اذا كانت شاديه اكثر من هيك بنرجع بنضيف لها مي. هلا بهي النص ساعه انا غليت خضر راح ابرده وجهز زيت مشان الخلي. وهلا بعد ما ريحنا العجينه لباين شدت، هسه بدها شويه مي، بدنا نضيفها شويه مي وبنبلش فيها. بما انه ما عندي هذا الكيس اللي بستخدمه، جربت هي طبعا ما مشي حالها. هلا رح جرب هذا الكيس تبع السكر. بلش باول واحد، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزيت لازم يكون غزير غدير. وما لازم نحرك الخلص نهائيا. بعد لا هذول يعني سودا. طبعا ما تطويرات اشكال. ما بدي الزيت يكون في الحمام فيه. قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يفوت. انا كنت مجهزه القطر من قبل. القطر لازم يكون سميك وبارد، فحطيت 3 كاسات سكر، كاسة مي. فيكم تحطوا له طعم، يعني يا اما ماء زهر او فانيليا طبعا، والليمون الحامض اجباري، يا اما عصرة ليمون يا اما شوية ملح ليمون مشان يشد معكم. وانا حطيت طبعا ماء زهر، وحطيت هيك شوية فرش ليمون مشان يعطي طعمي كمان. وهي اخر حطة. طبعا وهي النتيجة اللي طلعت معي. طبعا اول شيء كنت قاسه الكيس صغير كتير، طلع هيك كتفان، وكان الزيت حامي فانه فرفده كتير. عرفتوا شلون؟ يعني طبعا انا ما حكيت لكم انه انا عملت واو ونشفوا طلعوا كلياتهم هيك توب، لا. انا اول شيء كان غلطي اني كان الكيس صغير الفتحه، كبرتها قام صارت كبيره كتير، طلعت هيك مو ظابطه كمان. عاد بعدين رجعت عملت الكيس ظبطته، وطلعوا ظابطين وما احلاهم وهي منظرهم ومقرمشين وعن جد طيبين وعن جد طريقه حلوه كتير. بس بدها انتباه من الزيت كتير، يعني كل ما حمل زيت لازم تضعفوا تحته لحتى يرجع يبرد شوي حتى ترجعوا تحطه. اما غير هيك بدها فوريا تطلع العجينه لفوق وممكن تتفرفد وتصير مثل هي اللي صارت عندي انا هيك. اوكي، اما ما تبقى ليكوا حلوين كلياتهم. في منهم انا محمرتهم زياده وفي منهم شطر، بس بالنسبه لاول مره انه ظابطين. انا شايفتهم كتير حلوين مبسوطه فيهم كتير. شو رايكم انتم؟ وهيك طريقه التقديم رح بتكون طبعا تسلق حلبة اللي هو أهم شيء. وهيك بعد بنحط لها شوية قطر. طبعا للمحبين الحلو الزايد، ما بحب حلو كتير عادي في معاطي يحط، يعني هي حلوة كتير لأن العجينة حطينا لها سكر وغطسناها بالقطر. اكيد عنقاء بدك دول من تعرف من من تدوقني، وبنفس الوقت رح نسمعكم صوت القرش لان عن جد خلطه ظابطه 100%. هلو
واو واو. ايه قطع عباية قطع ما صدقا ما توقعت انه تضبط معها هايلاندر، شيء اطيب من المحلات، جربوه. تتعبي تتعبي